أقسمت عليكم أيتها الأرواح الروحانية بحق الدور والكتاب المسطور برق المنشور. انك تحارب انسان بيأذيك ده امر مش سهل، لكن لو هتحارب قرينه بقى هيبقى الموضوع عامل ازاي؟ انا مش جاي اضحك عليك بالكلمتين بتوع القرين طلع لي في الحمام ورحت جبت شيخ وجاب ميه مقريه ورش منها عبيت والكلام الاونطه ده. انا النهارده جاي احكي لك عن كتاب محدش جاب سيرته قبل كده. طبعا كلنا عارفين كتاب شمس المعارف. النهارده انا جايب لك كتاب اخطر منه بكتير، والغريبه ان محدش اتكلم على الكتاب ده قبل كده. والكتاب ده لو قريت منه سطر بس، حتى لو كان من باب الفضول، انت مش متخيل ممكن يحصل فيك ايه. النهارده هحكي لكم حكايتي مع الكتاب ده. الحكايه ابتدت بموت ابويا. مره واحده دخلنا عليه الاوضه لقيناه جثه على السرير. كلنا افتكرنا ان الموضوع قضاء وقدر، من الاخر قلنا ربنا اختاره. لكن امي ما كانتش مصدقه ده. بيني وبينكم منظر جثته كان بيقول عكس كده خالص. وهي بنفسها قالت لي يا محمد ابوك ما ماتش موتة عادية. لما دخلنا عليه الأوضة كان جثة على السرير، وكانت أطرافه كلها متشنجة وصوابعه مقفولة. بس الغريب فعلا كان منظر راسه، كانت مسنودة على ملة السرير وبصة لفوق وعينين مبرقة ولونها كله اسود، كأنه كان في عركة وفي نفس الوقت كان شايف جن أو حاجة خارقة للطبيعة. كان في حاجة غريبة احنا مش عارفين ايه هي. وعشان اختصر عليك، لما جثته راحت المشرحة قالوا انه مات نتيجة سكتة قلبية. وبيني وبينكم ابويا كان عنده القلب، في دي حاجة منطقية. يبقى اصدق ده ولا ما صدقش؟ مش عارف اصدق عيني ولا اصدق كلام الدكاترة. المهم فسيت دماغي، بس ما كنتش اعرف ان ورا الحكاية دي حكايات تانية كتير. امي من بعد وفاة ابويا ما بقتش طبيعية خالص. وقفت معانا في العزا وهي بتبكي وبتلطم على خدها، لكن قلت يومين وهتتقبل الموضوع، وخصوصا اني كنت نفس الحالة بالظبط. لكن بعد ما العزا خلص على طول لقيتها بتفتح مكتب ابويا اللي ما حدش كان بيدخله اساسا. قلت لها انت بتفتحي المكتب بتاعه ليه؟ قالت لي وهي بتبصلي بعصبية، ولا يا محمد ما تتدخلش في اللي مالكش فيه وسيبني في حالي لو سمحت. قلت لها ما تدخلش ايه وسيبني ايه؟ واول ما قلت لها كده لقيتها قفلت الباب في وشي ولا كأني موجود اساسا. ما كنتش عارف بصراحة هي كانت قاعدة بتعمل ايه جوه، بس قلت لنفسي سيبها في حالها، هي كبيرة وعارفة بتعمل ايه. رحت نمت ساعتين، وبعد الساعتين صحيت على صوت اغاني طالع من الأوضة. رحت على أوضة امي وقتها لقيتها قافلة على نفسها الباب وعمالة تغني جوه بصوت عالي قوي. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. ومش كده بس، كنت سامع صوت عزف كمان، صوت عزف عامل زي عزف القانون. طب العزف ده جه منين؟ ومصيبة منيلة ان صوت امي في الاول كان صريخ، لكن بعد كده اتحول لصوت شيطاني فظيع كان خشن جدا. مين اللي بيعمل كده؟ دخلت على طول اوضة امي لقيتها قاعدة في نص الاوضة وعمالة تمتم بحاجات غريبة انا مش فاهمها. وما لقيتش اي آلة عزف، ولا حتى لقيت سماعات مثلا يكون طالع منها الصوت. امال الصوت ده كان جاي منين؟ ناديت عليها لكن هي كانت مغمضة عينيها وقاعدة في نص الأوضة. قلت يمكن بتقول قرآن، ففسيت دماغي ورحت كملت نوم. لما صحيت الصبح ودخلت المطبخ لقيت حاجة غريبة على الأرض. لقيت لبن في كل حتة على السيراميك، وفي سكينة في المطبخ مش لاقيها. رحت بسرعة على أوضة أمي ما لقيتهاش هي كمان. فضلت أدور في كل حتة في الشقة لحد ما سمعت نفس صوت التمتمة تاني، بس المرة دي جاي من الحمام. وأول ما سمعت الصوت وخدت بالي إنه جاي من الحمام الكهرباء قطعت في ساعتها. طلعت التليفون من جيبي ونورت الكشاف ورحت على الحمام. لقيت أمي قاعدة نفس القعدة في نص الحمام برضو، وكانت مدياني ظهرها وماسكة في ايديها ازازة لبن وعمالة تستحمى بيها. ناديت عليها وقلت لها انتي بتعملي ايه؟
لكن هي برضو مردتش عليا. بعدها لقيتها ماسكة سكينة بإيديها اليمين وجرحت كف إيديها الشمال، وقعدت تستحمى باللبن والدم اللي بينزل ده، وكانت عمالة تردد وهي بتقول بصوت عالي: أقسمت عليكم أيتها الأرواح الروحانية بحق الدور والكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور، بحق مواقع النجوم وتوم ابن توم، بحق مشعشعات المنورات وخدام المجرات ومماليك الأرض السبعة وزيتونة بنت درغام المجعة، بحق مغياب وخدام الملكات. أقسمت عليكم بحق طهطائيل وميطائيل، أجيب لي طلبي أقدم لكم دمي دمي دمي. قعدت تقول كده، وبعدها لقيتها طلعت كتاب وحطته على حجرها، قعدت تقرا اللي مكتوب فيه بصوت عالي، وبعدها قعدت تلطم على وشها. بعد كده لقيتها بتشد شعرها من ورا جامد جدا لدرجة ان شعرها طلع في ايديها. رحت عليها وانا بقول لها بتعملي ايه في نفسك؟ لكن بمجرد ما قربت منها ومسكت ايديها شفت حاجة ووقعت قلبي. دي مش امي، دي شيطان. كان جسمها كبير قوي لدرجة انه ما كانش فيه فراغ في البانيو ان هو يشيلها، ووشها كان احمر لون الدم، وعينيها كانت عبارة عن جمرتين نار، وشها كان بيتشقق والجلد بيقع من عليه كأنها اتحرقت. قامت من البانيو وفضلت تقرب مني لحد ما مسكت رقبتي بايديها ورفعتني من جسمي فوق. في اللحظة دي انا اغمى عليا. لما فقت لقيت نفسي على سريري في الأوضة بتاعتي، وامي قاعدة جنبي، وكانت عادية جدا ما فيهاش حاجة، وكانت عمالة بتضحك وبتقول لي: اصحى يا واد يا محمد، صريخك قلب العمارة كلها، هو انت عيل صغير؟ قمت فعلا واكتشفت ان كل ده كابوس مش اكتر، كل ده كان في خيالي وبس. واول ما فقت سابتني وراحت اوضتها. كنت بدور وقتها على تليفوني لكن ما لقيتهوش. رنيت عليه بتليفون تاني لحد ما سمعت رنته، لكن المفاجأة الرنة دي كانت جاية من الحمام في نفس المكان اللي كنت فيه في الحلم. وغير كده كمان كان على أرضية البانيو بركة دم ولبن كبيرة مخلوطين ببعض. يعني ايه؟ يعني انا كنت بحلم ولا ده كان حقيقة ولا في ايه؟ ما كنتش عارف اتصرف ازاي الحقيقة، لكن انا برضو ممكن اكون بيتهيألي. اخدت بعضي وقتها ورحت الكلية بتاعتي، ويومها رجعت بالليل على الساعة 10 كده. وقتها لقيت عم نصوحي صاحب ابويا واقف عند الشقة وبيقول لي: ينفع كده يا باشمهندس محمد؟ بقالي ساعتين واقف قدام الباب ان حد يفتح لي، ما فيش حد خالص. قلت له: ازاي؟ امي موجودة جوه، ازاي ما فتحتش؟ فتحت الشقة ودورت عليها لكن ما لقيتهاش خالص. وقلت له: حقك عليا يا عم نصوحي، هي الظهر نزلت بس مش عوايدها تنزل متأخر كده. لما رجعت له قلت له كده لقيته بيبص لي برعب جامد وقال لي وهو بيتهته: لا ما فيش مشكلة، انا كنت جاي عشان اديها المعاش بتاع ابوك بس. الله يرحمه، خلاص وقت تاني، مع السلامة يا باشمهندس، مع السلامة. قلت له: في ايه يا عم نصوحي مالك؟ قال لي: يبقوا شغلوا قرآن بس في البيت ده، يلا سلام. قال لي كده وخرج من الشقة. ما كنتش عارف ماله. نزلت ادور على امي يمكن نلاقيها في بقالة ولا حاجة ولا اي محل حوالينا، لكن لما نزلت لقيت عم منعم الجيار صاحب القهوة اللي جنبنا بيقول لي: ازيك يا هاني؟ بقول لك ايه، كلمتين بس على جنب عشان انا جسمي متلبش. قلت له: في ايه؟ امي جرى لها حاجه ولا ايه؟ ايوه، الموضوع بخصوص امك كانت نازله من ساعتين ومعاها شوال، وكانت رايحه الطرب اللي جنبينا. كنت ساعتها قاعد على القهوه، ولما جت هي تعدي من جنبي لقيت كلب كبير عينيه لونها لون الدم واقف قدامها وعمال يهوهو وهجم عليها. وقعت على الارض بس انا ما سبتهاش، مسكت النبوت ونزلت بيه على دماغ الكلب فرتكتها. لكن لما بصيت على امك لقيتها لسه واقعه في الارض والشوال اللي معاها مفتوح، واللي جواه كان مرمي يمين وشمال. كان في جماجم كتير قوي
سألت امك هي ايه الجماجم دي؟ ما ردتش عليا وحطت الجماجم في الشوال وسابتني ومشت. رحت عليها تاني ومسكت دراعها وقلت لها الجماجم دي بتاعت مين؟ وقتها بصيت لي بصه خلتني متسمر مكاني، ما كنتش عارف احرك دراعي اللي كنت ماسكها بيه. حسيت بوجع جامد فيه لدرجه اني لما بصيت عليه لقيته ملوي، وهي سابتني وخلعت ومشيت في طريقها. وربنا لولا اولاد الحلال اللي راحوا بيها المستوصف ما كنتش اعرف اكلمك. امك بتعمل ايه يا محمد؟ الجماجم دي بتاعت ايه؟ ما كنتش عارف ارد عليه اقول له ايه. سبته ومشيت وطلعت البيت وانا مش فاهم ايه اللي حكاهولي ده اساسا. اخدت مفتاح المكتبه بتاع ابويا وقعدت اشوف ايه اللي جواها، يمكن افهم ايه اللي بيحصل. فضلت ادور لحد ما لقيت وسط الكتب كتاب اصفر كبير، كان نفس الكتاب اللي امي كانت حاطاه على حجرها امبارح في البانيو. اخدت الكتاب وقعدت اقرا فيه شويه. وقتها عيني وقعت على تعويذه غريبه كانت بتقول: اقسمت عليكم يا خدام هذه الطلاسم بعزه الله الذي له تسبحون، بحق الاراضي المقدسه وبحق اسراف وميغال وبراجش وميراف، يا سكان الاراضي المقدسه، يا سكان الصحاري، يا سكان السحاب، ائتوني بخدامكم الطائرين بين السماء والارض والجن الغواصين، اجعلوا بينكم وبيننا عهد لا ينقض الا بالدم. بصراحه ما قدرتش اكمل قرايه وقفلت الكتاب ورجعته المكتبه وقفلتها تاني. في اللحظه دي لقيت امي بتفتح الباب وبتدخل الشقه، وفي ايديها فعلا الشوال الكبير اللي قال لي عليه تحت. قلت لها: انت بتعملي ايه يا امه؟ وايه اللي انت عملتيه مع المعلم منعم ده؟ لكن هي ما ردتش عليا وسابتني ودخلت اوضتها وقفلت على نفسها. خبطت عليها كتير لكن ما كانتش بتفتح. في الاخر زهقت وسبتها ورحت نمت. وبعد ما نمت ب3 ساعات بس عيني فتحت عشان الاقي نفسي مش في الاوضه بتاعتي اصلا ولا حتى في الشقه. انا لقيت نفسي في التراب، لقيت نفسي جوه تربه وجسمي واقع على الارض ووشي دايس عليه التراب. المشكله مش في كده، المشكله ان سقف التربه عمال ينزل واحده واحده عليا لحد ما لقيته بيدوس على جسمي كله. ما كنتش عارف اتحرك وحاسس بوجع جامد في جسمي كله. بصيت على نفسي لقيت ايديا ورجليا مقطوعين مفصولين عن جسمي، والدم عمال ينزف منهم، وفي اخر التربه اطرافي متكومه ومرميه على جنب. السقف بيدوس عليا اكتر وانا كنت عمال اصرخ جامد. دقيقه وحاسس ان خلاص كل عظمه هيتكسر. فضلت اسحف بجسمي زي التعبان لحد ما لمحت فتحه في اخر التربه. زحفت اكتر لحد ما وصلت لها وجسمي وقع في الفتحه دي. لما وقعت فيها لقيت نفسي في مكان غريب، مكان ملهوش سما. الدنيا من فوق اسود في اسود، ومن حواليا ضوء غريب مش عارف ايه مصدره. المكان مليان جماجم وعظم واشلاء في كل حته، ما كنتش عارف اخد نفسي. فجأة لقيته قدامي، ابويا كان جاي عليا وبيقول لي: ليه عملت كده يا محمد؟ انت عارف ايه اللي انت هببته ده؟ عارف ممكن تعمل ايه في نفسك؟ ما كنتش عارف ارد عليه اقول له ايه، لان انا مش عارف هو بيتكلم على ايه اصلا. لكن هو كمل كلامه بعصبيه وقال لي: انت قريت اسماء ملوك العالم السفلي وانت ما تعرفش حاجه عنهم؟ انت مش متخيل ممكن دول يعملوا فيك ايه؟ العقد عندهم ما بيخلص غير بالدم. مش اي حد اهبل يقرا في الكتاب ده وخلاص، مش هيسيبوك يا محمد. قلت له وانا عمال اتوجع اكتر بسبب الدم اللي بنزفه: انت مش هتسيبني يا بابا صح؟ قال لي: كان بودي يا محمد لكن الجساسه جايه. قلت له: يعني ايه؟ فجأة لقيت كائن طوله اكتر من 3 أمتار وراسه كبيرة جدا وعينيه زي جمرة النار وجسمه كله مليان شعر، كان شبه الغوريلا بالظبط. الكائن ده عنده 4 أيادي و4 رجول. هجم عليا ابويا ومسكه من اطرافه وفضل يشد فيهم جامد لحد ما شقه نصين، وبعد كده رماه. راح بعدها عليا ومسكني من رقبتي بايدين الاتنين، وبالايدين التانيين مسك وسطي وفصلهم عن بعض عشان اقوم وقتها وانا بصرخ من النوم والاقي نفسي نايم على سريري في الاوضه عادي. ما كنتش قادر استحمل كل ده،
ما كنتش قادر استحمل الكوابيس دي كلها. قمت من على السرير واتصلت بعم نصوحي وقلت له على حال امي والكوابيس اللي بشوفها، واللي اتفاجئت انه بيقول لي كل ده بسبب شغل ابوك النجس. ابوك يا محمد مفيش كتاب سحر الا وقراه. ده مش بس مفيش كتاب سحر ما قراهوش، ده وصل انه بقى معاه اقوى شياطين العالم السفلي، وهم اكيد اللي عملوا فيه كده. قلت له ايه؟ كان بيقرا في كتب سحر ومعاه اقوى شياطين؟ انت بتقول ايه؟ قال لي انا ياما حذرته لكن هو ما كانش بيسمع كلامي، وغير كده قبل موته قال لي انه يحضر قرينه لانه عارف ان هم هياخدوه. وانا لما جيت لك يا هاني امبارح شفت حاجه اغرب من الخيال. لما رحت ادور على امك في الشقه انا شفت كلب اسود كبير راسه اكبر من جسمه، وانيابه واصله لحد الارض، وديله ليه راس زي السيف. المصيبه اني شفت الكلب ده بيتخانق مع تعبان كبير وهجم عليه وكله قدام عينيا، ولما انت جيت كل ده اختفى. انا كمان اسبوع وهبعت لك شيخ عندنا من البلد هو اللي هيحل لك الموضوع ده. قلت له طب ما تجيبه دلوقتي، انا مش عارف اتلم على اعصابي. دلوقتي مستحيل، انا قاعد في طنطا، لما اجي بعد اسبوع هنحل كل حاجه ما تقلقش. المهم انت شغل قرآن في البيت كتير وشوف امك وحاول تخليها تبطل اللي بتعمله ده بالذوق او بالعافيه. وعلى فكره يا محمد احرق. ولسه هيكمل بدات اسمع صوت سفير في التليفون، وقلت له وانا بصرخ احرق ايه؟ قول احرق ايه؟ ما كانش بيرد عليا، كان بيقول كلام متقطع ومش فاهم منه حاجه. سمعت بس منه كام كلمه كده زي كتاب هتقتلك امك احرقه، بعدها الخط قطع. حاولت اتصل بيه تاني لكن تليفونه كان غير متاح. بعدها على طول اتصلت بخالتي وقلت لها على كل اللي حصل، وهي قالت لي ان هي جايه دلوقتي هتركب وهتوصل على الفجر تقريبا، وانها لا يمكن تسيب اختها في الحاله دي. قفلت معاها المكالمه ومفاجاه اني لقيت امي قاعده جنبي على الكرسي وعماله تعيط. رحت عليها بسرعه وقلت لها مالك في ايه؟ قالت لي وهي بتبلع ريقها هم وعدوني انه هيرجع. ابوك كده كده هيرجع، ابوك حضر قرينه يا هاني وجالي في المنام وقال لي انه هيجي ينتقم منهم. ينتقم من مين وهبل ايه اللي انت بتعمليه في نفسك ده؟ الميت ما بيرجعش يا غبي، هيقتلونا احنا الاتنين. لازم ابوك يرجع، انا رايح انفذ العهد، لازم قبل الفجر، لازم اروح على قبره واقدم التضحيه، مش هيرجع الا بالطريقه دي. امي ممكن تنامي دلوقتي وترتاحي؟ انا عارف ان صدمه موت ابويا كانت صعبه عليكي، ريحي بالك بس النهارده. دخلت نيمتها ونمت انا كمان، وعلى الساعه 3 الفجر سمعت صوت باب الشقه بيتقفل. افتكرت الاول ان خالتي جت من السفر، لكن لما قمت دورت في الشقه ما لقيتش امي. عرفت ان هي رايحه تنفذ الهبل بتاعها اللي قالتهولي. نزلت وراها وفضلت اجري وانادي عليها لحد ما وصلنا لمدافن ابويا. فتحت المدفن ودخلت وفضلت تحفر في التربه بتاعت ابويا. حاولت اخليها تسيب اللي بتعمله ده، لكن كانت بتصرخ فيا بصوت عالي وكنت خايف حد يشوفنا، عشان كده قعدت احاول اهدي فيها وقلت لها فهميني بس هتكسبي ايه من اللي بتعمليه ده؟ قالت لي بعصبيه ما هو يا تساعدني ننفذ العهد ونقدم الدم يا تسيبني وتمشي. قلت لها وهو ايه الدم ده؟ قالت لي هنكتب شويه طلاسم على كفنه وندهن دمنا عليه. قلت لها طب بعد الهبل ده؟ هيرجع، انا متاكده انه هيرجع. قلت لها وانا بحاول اخدها على قد عقلها وخلاص طب ماشي يلا نعمل كده سوا وبعد كده نرجع البيت بس نخلص. طبعا انت بتسأل انا عملت كده ليه؟ انا عملت كده عشان اخلص من الموال ده، اتخنقت، نفسي اعرف انام براحتي، وبعد كده هاخدها على دكتور نفسي واعالجها لان الوضع كده خطر. حفرنا سوا وفتحنا التربة ونزلنا، ولما نزلت
لقيت خالتي بتتصل عليا، ففتحت ولقيتها بتقول لي انا جيت البيت يا محمد ولقيت جثة امك على السرير وتقريبا بقالها 3 ايام. ازاي سايبها 3 ايام؟ امك ميتة وجسمها تقريبا بيتحلل. وعمال تقول لي امي بتعمل، امي بتسوي. ايه اللي انت كنت بتقوله ده؟ اذا كان امي ميتة بقالها 3 ايام تقريبا، امال مين اللي معايا دي دلوقتي؟ بصيت على اللي المفروض تبقى امي، لقيتها بتقفل باب التربة علينا احنا الاتنين، ووشها بيتحول لوش شيطاني مخيف.